الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زال حديثنا معكم عن أفضل الأعمال في شهر الصيام، وها نحن كما تعلمون يوشك الثلث الأول من رمضان على الانقضاء، فالأيام تمضي سريعا، وكلما مر بنا يوم كما قال الفضيل عليه رحمة الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فالأيام تقربنا من أجلنا، يعني هذه الأيام تقربنا من أجلنا. فالسعيد منا من اغتنم وقته وحياته في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن عيش الدنيا عيش المؤمن متصل بعيش الآخرة. وكما تعلمون أن في الأيام الأولى من شهر رمضان يعني نرى إقبالا كبيرا جدا من المصلين ومن الشباب، إلا أن هذا الإقبال يتراجع بعد انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان، وهكذا يتراجع حتى يصير المسجد إلى حالته الأولى. وينبغي للمسلم أن يعبد ربه عز وجل حتى يأتيه الموت، لقوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لو نرى في سير الصحابة والصالحين وكيف كانوا وما كانوا عليه من العبادة، والله لرأينا العجب. وكأن هؤلاء محاسبون ونحن مبشرون بالجنة. الناظر في حالنا وأحوالنا وكأننا ضمننا الجنة. شو نحن ضمننا الجنة؟ كل منا يزكي نفسه ويقدح في إخوانه. أما بأن نتشبه بالنبي وصحابته ومن جاء بعدهم فلا. نتكلم اليوم عن أفضل الأعمال في شهر الصيام، عن أيام الليل، ونرى أين نحن من هؤلاء القوم، أين نحن من هؤلاء. تعلمون ما لقيام الليل من الأجر العظيم الذي جاء ذكره في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: يمدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ورجائه. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. فلا تعلم نفس ما أخفى الله عز وجل لهم، ما أخفي لهم يوم القيامة، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: من طال قيامه بالليل هون
الله عليه قيام يوم القيامة. وقال كذلك ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: فكما أن قيام الليل يكفر السيئات فهو يرفع الدرجات. وقد ذكرنا أن أهله من السابقين إلى دخول الجنة بغير حساب. نرجع ونرى حال من كانوا يرجون لقاء الله عز وجل. عن السائب عن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس في صلاة، يعني في قيام رمضان، أن يقوم للناس في قيام رمضان. فقرأ القارئ ب200 حتى كنا نعتمد على العصين من طول القيام، حتى كنا نعتمد على العصين من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا عند فروع الفجر، يعني عند طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر بدقائق فقط. أخرجه البيهقي. قال هشام: كان ابن سيرين يحيي الليلة في رمضان، كان يحيي الليل كله في رمضان. وتعلمون أن الشافعي رحمه الله تعالى كان له ختمة في الليل في كل رمضان، وكذلك لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كان له ختمة بالليل في كل رمضان. فأين نحن من هؤلاء؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل وصلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه، قيل له: لا نستطيع قيام الليل، فقال: كبلتكم ذنوبكم، كبلتكم ذنوبكم، يعني منعتكم ذنوبكم. والعجب ما نراه اليوم وما يضيعه الكثير من الناس من قيام شهر رمضان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعجب أننا نقوم ساعة يعني 10 كم، يعني الإنسان لا يصبر ساعة فيدرك بها عدة أمور، من بينها يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ثانيا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعني من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. يعني انظروا المحروم، انظروا الذي يصبر هذه الساعة ماذا يدرك، يعني يدرك عدة أمور، أن نذكر من بينها ما جاء في الحديث. أولا يغفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا يصلي ساعة فيحصل له بها أجر قيام ليلة كاملة، يعني من المغرب أو من العشاء، يعني من بعد العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، ثم يذهب ينام في بيته أو يذهب إلى أهله إلى زوجته وأولاده، وقد كتب له قيام ليلة كاملة. والذي يصلي ركعتين ويخرج هذا لم يحصل على الأجر الذي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك هذا لا يحصل على أجر قيام ليلة كاملة، وإنما يأخذ الأجر على ركعتين أو 4 أو 6 أو 8. فينبغي المسلم أيها الإخوة كما يجتهد في أول الشهر أن يجتهد في آخر الشهر، وأن يجتهد بعد الشهر إلى لقاء الله عز وجل. على الإنسان أن يثبت على دين الله وعلى طاعة الله عز وجل
حتى يلقى الله تبارك وتعالى عاملا بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك خوفا من أن يلقى الله عز وجل على غير عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. فينبغي المسلم أن يجعل رمضان محطة انطلاق يرجع فيه إلى ربه تبارك وتعالى ويتوب من ذنوبه وتقصيره، فاعلموا أن كل ما هو آت قريب. وسرعة مرور الأيام هي تدنينا من أجلنا فقط، تدنيك من أجلك. ذهب رمضان وجاء رمضان. الكثير من الناس من صاموا معنا في الشهر الماضي لم يصوموا معنا في هذا الشهر، ولعلنا نحن لا نصوم في الشهر المقبل وما أدراكم. فالأعمار بيد الله عز وجل، فالسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من تجهز للقاء ربه سبحانه وتعالى وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.